السلام عليكم عزيزاتي المشاهدات، مرحبا بكم معنا اليوم في حلقه جديده من قناه وصفات الاحلام. اليوم ان شاء الله غادي نقدموا سلطه اللي هي موسميه في الفصل الربيع، الفاصوليا الخضراء اي اللوبيا الخضراء. تابعوني باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. نبدا على بركه الله. مقادير السلطه: نحتاج الى فاصوليا خضراء مسلوقه، نحتاج الى كزبره وبقدونس مفرومين ناعمين ومطبوقين، فصين من الثوم، قليل من الزعتر، قليل من بابريكا او تحميره، كمون، نحتاج فلفل حار او فلفل حادق السودانيه، ملح، ملعقه صغيره من الليمون الحامض، كذلك زيت الزيتون. نبدا بالطريقه. نضع الفاصوليا الخضراء المسلوقه بطبيعه الحال، نضع الليمون الحامض ملعقه صغيره، زيت الزيتون، قليل من زيت الزيتون، توابل، تحميره او بابريكا، كمون، ملح، فلفل حار يبقى حسب الذوق، زعتر طبعا على هذا الشكل، ثوم، فصين من الثوم، كزبره وبقدونس مفرومين، ثم نضع الكل فوق النار. السلطه ديالنا كما كتشوفوا هي واجده، سريعه وسهله ومفيده. كنتمنى تعجبكم. الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ديروا لايك للفيديو وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم وتابونوا في القناه. السلام عليكم.